لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود. يلا، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء، وبيراميدز يفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، والزمالك يفوز على سيراميكا بهدف دون رد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهارده بنحلل آخر 3 مباريات في التوب 7، وأسدل الستار على الدوري العام بفوز الزمالك بالدوري هذا العام 2026. زمالك الأول، بيراميدز الثاني، الأهلي الثالث. زي ما انتم عارفين اللي احنا بنحلل دايما مباريات النادي الأهلي. أنا عاوزك تركز معايا وتسمع كويس الكلام اللي أنا هقوله لك ده، عشان هو ده اللي بيحصل في أي مباراة في الدنيا، وده الهدف اللي قناتنا اتعملت علشانه. أنا عاوزك تبص الأول دقيقتين ونص 3 دقايق من مباراة النادي الأهلي. النادي الأهلي بدأ بداية مفيش أجمل ولا أروع من كده بداية لأي فريق في العالم. جاب جون، مستحوذ، روح قتالية، دوافع إيه، عزيمة إيه، إرادة إيه. والاهلي رويدا رويدا عمال يمتلك زمام الامور، وروح قتاليه باينه في كل الماتش، وبساط لمسه والتانيه، والاهلي تحس اللي هو راجع فرقه تانيه في اول حوالي 12 13 دقيقه، لغايه الزمالك ما جاب الجون بتاعه، ولاعيبه الاهلي عرفت ان الزمالك فايز. هنا بدات دوافع الاهلي تموت. الاهلي ما بقاش في الملعب، الاهلي ودنه بقت في المدرجات، الاهلي تركيزه قل، بدليل مفيش لاعب مبتدئ يعمل اللي ياسين مرعي عمله. الراجل بيقول له انا هنطول الكوره، ما تشغلش بالك انا مش هنلحقها. لا، يروح ياسين مرعي عامل له ايه على حدود ال 18 ضربه عشان الكره تتحسب فاول، وياسين مرعي انطرد. يعني الكره ديت لو من جوه ال 18 ياسين مرعي طرد، والراجل هي هتتحسب بلانتي، والراجل هيخش يجيبها جول. يبقى حتى لو الفرقتين اللي قصادك نتائجهم هتبقى سلبيه، انت برضه نتيجتك هتبقى سلبيه. واخطاء بقى بالجمله من لاعيبه النادي الاهلي عشان التركيز وقع منهم خلاص. طيب، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، وانتوا اللي وصلتوا لنفسكم لكده. ومن امتى الاهلي دايما كان بيلعب ودانه في المدرجات على نتائج الفرق الثانيه؟ يلا، هو درس وعبره، ويا ريت كلنا نستفاد من اللي حصل السنه دي، ولاعيبه النادي الاهلي تبقى على قد المسؤوليه المواسم الجايه، وخصوصا اللي بنسبه 90% اللي الاهلي مش هيشارك في دوري ابطال افريقيا، يعني هيشارك في الكونفدراليه. درس وعبره، ودرس هيفضل معلم طول الحياه على لعيبه النادي الاهلي، وعلى الجهاز الفني، وعلى مجلس اداره النادي الاهلي. وان شاء الله احنا مش هننسى الدرس ده طول العمر. ونقطه ومن اول السطر، يا ريت الاهلي بدأ الدوري السنه دي زي ما نهى الدوري، ولكن رب ضاره نافعه. مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، مبروك لبيراميدز المركز الثاني، هارد لك للنادي الاهلي وجماهيره على المركز الثالث. وان شاء الله لجماهير الاهلي وفريق الاهلي القادم احسن ان شاء الله. زي ما عودتكم في نهايه كل مباراه اللي احنا بنقيم اداء لاعيبه النادي الاهلي. مصطفى شوبير 8، محمد هاني 6، يوسف بالعمري 5، ياسر ابراهيم 7، ياسين مرعي 0، مروان عطيه 4، امام عاشور 5، طاهر محمد طاهر 5، حسين الشحات 4،
تريزيجيه 9، بن شرقي 3، هادي رياض 4، ديانج 4. يستروب النهارده 10/10. جمهور الاهلي دايما 10/10. شكرا ليكم والى اللقاء، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.